حدود الانتخابات يعني من منطلق يعني السياسية ترتبط من مدى استعداداتها للدخول استعدادها تنظيميا واستعدادها إداريا على مستوى المشاريع واستعداد ماديا استعداد مستقيم هذا الاستقرار ليس ظروف ولا حزب وليد حملات انتخابية الآن يعيش في عمره الآن 74 سنة يعني أنه واكب تطور المجتمع المغربي وفي مسلسل التقدم ديالو والحدث ديالو رجل المجتمع التقليدي لأنه هو الداعي الأول إلى هذا على أساس من تفعيل الديمقراطية إلى أفق نحو مجتمع حداثي تتسع فيه مجالات الديمقراطية. لذلك على المستوى الأخيرة ديالو على المستوى النظري على المستوى التحليلي ديالو على المستوى يعني له من رصيد ما يكفي للقول بأنه مستعد يسمع على الأولويات. على مستوى التحليل الظرفية الراهنة طبعا ما نمشيش نرجع نذكر دور الحزب التقدم المشتركية قبل تفاعل أو كان وقبل دستور 2011 جاء استجابة أنه كان دائما يقدر الانتخابات والموقف التحليل يدعو إلى جعل المرحلة الانتخابية مرحلة لتوسيع الحوار مرحلة للتعبير مرحلة لدفع البلاد نحو مزيد من المكتسبات على مستوى تحقيق الديمقراطية على مستوى المشاركة على مستوى جعل الإقرار للشباب بدورهم في إطار النظريات العقلية. فإذا من كل هذه الجوانب يمكن القول بأن حزب التقدم المشتركية على أتم استعداد لخوض هذه الانتخابات بدون أي مركب نقص وبدون حاجة إلى الاستنجاد لأي جهة كانت اعتمادا على ذاته وعلى مناقبه وعلى سمعته لأنه نلاحظ أن هناك عدد متزايد من الراغبين في الترشيح في التقدم المشتركية ليس من منظور أنه قادر على ضمان المقاعد ولا من منظور أنه سيقدم مركز اجتماعي لجهة أو خدمة خاصة بفائدة هذا أو ذاك ولكن من منظور سمعته. حزب لا يتغير ولا يتمثل، حزب يقر بالمشروعية، حزب يعترف بكل القوى السياسية بحقها في ممارسة السياسة في حقها في ممارسة أسلوب ممارسة السياسة ولكن يتميز بأسلوبنا لممارسة السياسة الذي نعتمده على أساس أخلاقي درجة الأولى بالمفهوم الأخلاقي الاجتماعي شيء أخلاقي جاري ولذلك شعارنا منذ عشرات السنين في التواصل الشعبي الكبير شعار أنا معكم لا نؤمن بهذا الشعار ولا زلنا ندافع عنه بل نلاحظ أنه نحن بتحكمنا لحمل نفس الشعار. ضد احنا لا نعتبر انفسنا اسلوب حزبي تراقص كذا. انا شخصيا لست من الدواعي الى الرهان ليس للتسابق على المقعد، الرهان هو التسابق على تقديم
تقديم خدمة جيدة للمواطن. لذلك فالتقييم ليس على الشخص بذاته تقييم، بل على ماذا حصل، ماذا تطورت على أشياء إيجابية أم هناك تراجعات. طبعا الحالة اللي فيها اليوم لا على المستوى الديمقراطي ولا على المستوى المجالي ولا على مستوى حياة الناس داخل تطور شامل عام داخل اسمه داخل المغرب. فالمجهود اللي تبدا من الطرف المغربي المشتركين عندهم طلبيه في المجلس، مجهود لم يبخلوا فيه بما يملكونه هو من اجل انجاح هذه التجربه. هذه التجربه يتقاسمونها مع الناس، مع جميع من شارك في هذا المجلس، سواء بما فيهم المحافظه وبما فيهم الناس السلبيين لهم نحن معرضون للناس لا نريد ان نتقاسم معهم، لان نريد ان نقنع الناس بان السياسيه ليست طائفه او حزب، ليست طائفه، وانه ماشي كلون او زبناء، او انني اكون في هذا المجلس سواء كان مجلسا جماعه او ندافع على شخص معين او فئات معينه، ندافع على بناء البلاد، على بناء الجماعه، خلالها بناء الوطن. هذه الفلسفه ديال الحزب. لذلك نرفض ان نكون نسخرنا شي واحد ولا نخدموا شي نخدموا لقناعاتنا. فلذلك حضور لا يمكن قيم الذي يقدم هو مستهدف للخدمات الجماعه والمواطنين، بالتالي خارج الناس. بالفعل الساحه السياسيه لم تستقل بعد، ما زال فيها يعني البادي والإنسان الذي ما زال ينظر إلى العملية السياسية كأنها بنفس الأسلوب التي تمارس بها في سنوات قبل 2000 قبل 1000. بصفة من المغرب ترى أن المغرب له طموح، وأن المغرب شعب مغربي أصبح يشعر بأنه بإمكانه أن يحقق ما كان يصل إليه في المشاركة السياسية، رغم أن اتساع بقعة ديال العزوف ما زالت تسير مع الأسف، ولكن رغم ذلك أن هذه البقعة ستعود إلى التوازن لما يتضافر الجهود من أجل جعل هذا المشروع يتحقق. هذا تعني بطبيعة الحال أنه غادي يعزم من كانت له رؤية تقليدية للسياسة، لم يمارس السياسة من موقع الزمني وموقع سماسرة السياسة الآن. فالمواطنين هم الاتحاد الحقيقي، وأكبر دليل على هذا الانتخابات الجماعية السابقة واضحة، وغادي تكون جماعة غادي تكون بشكل سكتي جديد، ولكن الشيء المهم أنها تكون قادرة على ضمان هذا التصور الجديد، هذا المنظور الجديد أو الرؤية الجديدة لمعنى السياسة، الأكسيون، الفعل السياسي في تعامله مع الفعل المجتمعي، في تعامله مع الفعل الاقتصادي، في تعامله مع الفعل الإداري أو السلطوي العام، الدولة لها سلطة، الدولة الإصلاح. فالدستور الجديد الآن أتى بمقومات كثيرة ستمكن المجالس الجماعات الحضرية التي ستبقى عن هذه الاختلاف من صلاحية ومن إمكانية أن توفر على المجالس الاستثمارية. لذلك البلد محتاج إلى نخب جديدة، نخب محترفة، نخب المستقبل، وما أن تكتفي بما يعني تركه الدهر وما عيا ما زال كذا، ثم أنه سيكون من باب الخطر والمراهنة على الناس في الدور انتهوا. فإذا التقدم الاشتراكية مليء بالشباب، مليء بالإمكانيات، مليء بالقدرات، ويتفاعل حرميا من القواعد. لما نكون نتحمل المسؤولية في جماعة ما لا نتحملها محليا فقط، الشعبية والوطنية.
أن ننتبه إلى هذا التضامن وهذا التشارك في الفعل السياسي بشكل الشمولي الخطوط الحمراء تأتي في مستوياتها. لما تكون الأمور تذهب إلى المس بالسيادة الوطنية أو المس المقدسة للبلاد أو المس ما هو يمثل النظام العام للمملكة. هذا الشيء ما وردش الآن. هناك دستور يجمع الأمة نتفق عليه، ولذلك ما كاينش التحالفات تتم على عدة مستويات. إما تحالفات طبيعية تحكمها التصور الشمولي والمنطلق الفكري بالنسبة للمنظورة إلى قضايا المجتمع وإلى قضايا الديمقراطية من مثلا حزب اليسار وحزب اليمين وحزب المحافظين تحكمها تحالفات طبيعية. هناك تحالفات مرحلية مقامية، هذه كتفرضها صناديق الانتخابات وتتم على أساس برنامج فيه الحدود الدنيا وفيه الحدود القصوى وفيه المدى الزمني المتحالف اللي كيجي مع ولاية ديال المجلس. ثم كذلك هذا التحالف هناك مستوى آخر من التحالف وهو التحالف المؤسساتي داخل الجماعة، بمعنى أن هناك حوار بين الجماعة من جهة خصوصا في تيزنيت اللي أخذت على عاتقها بأن تخوض بمجال الديمقراطية التشاركية يعني تبقى في هذه 12 سنة، أن يتم بلورة المشروع أو البرنامج اللي معتزم إنجازه بالتشارك مع أولا مع مختلف الفئات أو الأصناف السياسية المتواجدة في الجديد بمعارضة وغيرها. طبعا لقلبي اليوم قلبي المشاركة لأنه كاين مع الأسف واحد المرض تيبان هو أنه المعارضة هو قلب كل شيء هو رفض كل شيء هو العدمية في الممارسة السياسية. إذا ما كنتش أنا هنا في منصب القرار ما عندي ما ندير هنا كان حسب يستقل كل الناس هذه، ولكن هذا منظور ديال بعض القائلية الآن كتكون واش الناس إذا لابد من محاولة بلورة واحد مشروع جماعي يشترك فيه الجميع الأغلبية والمعارضة. المرحلة الثانية هو أن يكون هذا المشروع الجماعي متوافق عليه مع الساكنة عن طريق جمعيات المجتمع المدني يكون قادرا على المشاركة فيه. ثالثا أن تكون هناك إمكانية تقاسم القرار مع الساكنة. أما أن يأتي واحد يقول لك لا حنا انتخابات أنا غادي نبقى أنا نسير لمدة 6 سنين مع الدولة كذا، هذا رأيي، ولكن متغيرات اليومية والأحداث التي والأهداف الكبيرة. لماذا تنقول مثلا أنا أحارب الإقصاء؟ طبعا ما يمكنش واحد يجي يقول لا أنا أعتمد على توسيع الإقصاء، لا هذا لكن اللي كتقول محاربة الإقصاء والتوسيع طبعا تمس هدف وطني إلا تمس. يعني هذا الموضوع ديال التحالفات يعني تقليديا كتكون أغلبية والمعارضة. حنا كنشوفوها الآن على مستوى الحكومة مع الأسف سنتقدموا هادشي نشوفوا تحالفات كيف تمر كيف تنجز في الدول تحالفات الدول الاسكندنافية تحالفات فرنسا رغم أنه الإيجابي فرنسا مسائل تنموية جادة تيكون الناس اللي يفكروا جدا في البناء ديال واحد الجماعة ولا واحد يتقدموا. ملي كتكون هناك أشياء تستدعي كذلك التعبئة لأن هناك واحد النوع من عدم التكافؤ مثلا في تغيير موازين القوى في علاقتنا مع الدولة مع الجماعة لابد من سميتو ماشي أنه نستغل الفرص ونخلقوا خصومات ونديروا ديك البلد بحال اللي كيدير البعض أو نشيعوا الإشاعات من أجل تسويد الجماعة الجميع يعني تصارع وتقاوم من أجل أن تجد لنفسها مكانا وفضاء يثير بساكنتها الحياة الناقل السكن العيش الكريم في وهذا توفير هذا فيها الصراع مع عدة أجنحة
مع الدولة، مع أصحاب المصالح، مع المهيمنين، مع الحاملين لمشاريع أخرى اجتماعية. فلذلك الجماعة إذا لم تكن متضامنة وعارفة كيفاش أنها ستخطو طريقها لخلق هذا الجو كاملين، سيكون من الصعب. وهذا النوع من الكلام غير ما فهموش المهم، يجي واحد يقول لي التحالف او الخطوط الحمراء او كلام بس نفهموا بعد ماذا نريد اي شيء، اي شيء الرقعه اللي كنشتغلوا فيها، ماذا هي الامكانيه ديالها، شنو هو المشاكل ديالها الحقيقيه، شنو هي كذا الى اخره. اما الكلام الزائد الذي ليس له اي علاقه بالواقع وبما يشتكي منه الناس وبما يريده الناس، فهذا نقص في الاجتهاد وتجفيف المنابع ديال الابتكار وخلق البرنامج وخلق الآليات للمواجهة. فلذلك المنظور ديالنا في الجماعة هو دائما الدعوة إلى تعليم الجميع. قد يكون هناك اختلاف، ولكن هذا الاختلاف ما تمكنش يكون دائم وما تمكنش يكون يعني واحد اختلاف ممنهج دائما. الاختلاف السبب ديالو عادة ما يكون غياب التواصل، غياب المعلومة. لما تكون المعلومة متوفرة تكون هناك قدرة التواصل عظيمة. ما تنتظرش أن الخلاف تبقى، حتى إذا بقى هذا الخلاف تبقى في أوجه ديالو أو في مستويات قد تكون مرتبطة بالآمال، مثلا وصلت الوقت أو الوقت أو السبب. قد يكون هناك أخطاء في التقدير وفي التقييم والخلاف المعارضة أو الرأي الآخر من مزايا هو أنه يمكن من الاستدراك. وهنا ماشي في قضية الغلبة والغلبة، قضية دائمة تفاعل الحوار من أجل الوصول للأهداف المستقبلية. حول الأهداف كذلك قد يكون هناك خلاف، ولكن لما تكون إرادة حسنة ويكون هناك أن المهم أن نصل إلى برنامج مشترك للجماعة نحدد أهدافها هي، ماشي أهدافي أنا وأهداف شو، وبالتالي هذه أهداف الجماعة هي أهداف أنت وأهدافي أنا بقدر النظر هذا هو المنظور أو الخصوصية التدبير السياسي للجماعة المحلية، وهو ليس كذلك على مستوى الوطني. شيء آخر على المستوى الجهوي هناك بعض التنويلات تختلف، يعني كل مستوى معين من التدبير له الكلمات وله القدرات وله الأدوات المعالجة. هنا معنى التدبير، هنا معنى الحكمة، هنا معنى القدرة على المسؤولية، هنا قدرة على التواصل، قدرة على الناس، قدرة على التعلي على قضايا الصغيرة أو على قضايا الصغيرة. ربما غالبا يجر إلى الإنسان في مسؤوليته أو هذا الشيء. الجهة التي لا يعني إمكانية السكن هما يعني هل أنتم راضون عن هذا لا طبعا راضين عليها لأنه بدنا مجهود، ما قصرناش، درنا كل ما بوسعنا منه ونفتخر بها من وجهة نظر أننا ما قصرناش. يبقى ما نحن من نتيجة ما يسمى بالحصيلة ما حصلنا عليهاش يرضي الناس أما لا يرضيهم، هذا شيء نسبي. أنا بالنسبة لي كمسؤول طبعا أنا أزكي نفسي وأنا مرتاح الضمير، يعني مرتاح البال، لأنني قمت بواجبي وساهمت مع الآخرين بجانبي من أجل إحداث قيمة إضافية في المجال العام لجماعة التزويد والتقييم جهة كذلك، وحتى على المستوى الوطني لأنه أنا برلماني كذلك وأفتخر بجانبتي البرلمانية والخدمة الحكومية كمن ونوعا وعدد. قد يكون هناك آراء أخرى، هذا شيء طبيعي وشيء مزيان يكون، ولكن تكون مبررة. ما أقول أنا مثلا
اتجاهي ويحمل التحدي لتحقيق هوامش كبيرة في تحقيق الديمقراطية المحلية بمفهومها الجديد. كثير من الناس يمكن أن يختلفوا معنا خصوصا الأحزاب اليمينية أو الأحزاب، لكن أنا مفهومي أنه ولا يمكن أن تكون هناك تنمية محلية بدون استشارة، ولا يمكن أن يكون قرارا سياسيا يحدث رجة من أجل استمرار بناء المؤسسات للمستقبل إذا شاركوا فيه الناس. اللي كنشوفوا الآن أنا ما يقوم به مثلا واحد الرئيس تيجي واحد آخر تيضرب كلشي بالزيرو تيبدا من الزيرو تيبدا من الصفر، ما عمرنا نتقدموا هادشي. لابد أنه هناك إيجابية نحصلوا عليها ونقوموا. إذا تجربتنا الآن بالنسبة لي أنا الأداة الوحيدة اللي سميتها أنا ما قصرتش، داكشي اللي استطعت لا ثقافيا ولا دينيا ولا فكريا ولا ماديا ولا جسمانيا تلمس نتائج إيجابية على مستوى سلوكات الناس، على مستوى رد الفعل ديال الناس، على مستوى التربوي كذلك ديال الناس خصوصا لدى الشباب، على مستوى المصالح الجماعية بنفسها. الوضع ديال الموظفين الجماعة اليوم هذا كذلك من أكبر المنجزات الجماعة أنها إيجابي، لأن أصبحت هناك ثقافة الوعي لدى الموظف الجماعي بمسؤولية لا تكون لديه سقط، المسؤولية على أنه فاعل أساسي في بناء الجماعة، وبأنه هو المعول عليه في تنفيذ السياسات العمومية للجماعة، ماشي مجرد تابع، ماشي تابع بل أداة له الفكر وله القدرات، لذلك يشارك في القرار الجماعي ويستميت في أداء الجماعة، وتعرف بأن الجماعة أصبح يفتخر بكونه موظفا جماعيا ويختلف أو يتميز عن موظف تبع الدولة. هادشي ما كانش، وهذا خص مازال الاشتغال في هادشي في هذا المجال ديال تحويل الجماعة من مؤسسة يعني أداة مبدع إلى مؤسسة فاعلة. والناخب ماشي هو الكيف بل له الآلية الإدارية التي كتكون الجماعة، كاتب العام الجماعة، رؤساء الأقسام الجماعة، رؤساء المصالح الجماعة، المصالح بالكامل هذه تكون من أشغال الجماعة، بناء الثقة بأن الجماعة هي أمانة قبل كل شيء يتقاسمونها مع الساكنين. فهذا كذلك من ناحية السلوكية نحن نقدم نشاط كبير من إنشاء قانون الجماعة حالة كذلك على نفس المستوى أنه هذا التحويل حاصل على مستوى الأشخاص له تأثير قوي على مستوى السلوكات والأخلاقيات والممارسات. مابقاتش الصيغة مابقاتش يغيرها، واش كيتشعب المسؤولية على المشتغلين بالجميع، وبالتالي ما كاينش الأفلام ولا أقسام. فعلى هذا المستوى تقلصت لدينا مشاكل، تقلصت الشيء الكثير لأنه واحد نطاق أن نظر إلى مصالح المواطنين تحديد التكافؤ وبالمساواة وفي نفس الوقت خدمة المصالح. هناك نواقص، ما زال يحتاج إلى عمل إضافي، مجهود إضافي من أجل التغلب عليه. ثم التجربة بشموليتها لما تبقاش النهاية في بدايتها. نتمنى أنه من سيأتي سيقوم بتجربة وسيلة قدام حفاظا على مكتسباتها، تطوير هذه المكتسبات إلى قوة دافعة للمستقبل. بدون شك أن التجربة لن توجد الكثير من تغييرها طبيعي، ولكن أنا لا أزكي هذه التجربة بأنها ما عندهاش سلبية. والسلبية ديالها أن لها خصوم ولا موجود في الساحة تعرف على الجميع، وتعقيدوا يضربوها من قدام ومن الخلف بالجميع وسائل الحياة. وثم هناك نوع آخر من الناس اللي ما قابلينهاش وما عليهم من الاختراع
التقدم الاشتراكي ومشاهد الحرية ما عندوش واحد منبثق من الفقراء أصلا، وسيبقى يدافع عن مصالح الفقراء والمستضعفين. هذه الشعار هو تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، وهو ورش طويل طويل سنوات كثير يقدر على 60 إنه مرتبط صراع الناس، صراع طبقي وتسعى كما تسعى البشرية، منخرطون في مسعى البشرية. لذلك نحن حداثيون نؤمن بالمبادئ الكونية، فالذي نسعى إليه في البشرية هو القضاء على الاستغلال، وهذه السعادة كشعب الإنسان. ماشي ودي هذا الذي ونحصل هذا الذي ولا نقضي هذه الحاجة إلى آخره، يعني باش نبداو نوصلوا إلى توسيع الرؤى ديالنا، باش نعرفوا كيفاش نحددوا الأهداف ديالنا المرحلية القريبة والبعيدة والبعيدة جدا. هذه هي تكويننا. يعني هل تطلعوا إلى خوض غمار مثلا رئاسة الجهة؟ ما نقدرش نقول لك، لأنه على المستوى الرئاسات وعلى مستوى توزيع الهيكلة هذا مستوى آخر تحكم فيه قواعد أخرى. الآن نحن في مستوى الاتجاه إلى السلطة الجديدة، مستوى الاقتراع لطرح أفكار وطرح مشاريع وطرح هذا من أجل اختيار واحد النخبة. كنا تكون هذه النخبة بالفعل حقيقي، ماشي مصطنعة، ماشي جماعة من الناس لا يتوفرون على قيم الوخامة. إنه النخبة ماشي أنك تؤمن بقضايا الوطن، تؤمن بقضايا الإنسان وقدرة الإنسان واحترامه، وتريد أن تشتغل في هذه القضايا الإنسان. هو مظلوم، إنه ما ننساوش أن المغرب فيه ظلم كثير، المغرب فيه أمية كثيرة بزاف، المغرب فيه فقر كثير بزاف، المغرب فيه تفاوت ترابي كثير، في انعدام العدالة الترابية، فيه القساوة، فيه الحقرة على مستوى القضية والقضايا. هادشي كله معارف ما يمكنش نسكتوا الحروب السياسية بالنضال السياسي عن طريق المؤسسة ديال اليوم. ثم كنا تقدمنا مقارنة مع الدستور اليوم، ماشي هو الدستور اللي عنا يعني. فلذلك المستوى ديال فيه الاشتغال اليوم في المستوى السياسي هو يعطي كثير من الفرص ويمكن من خلق النخب الحقيقي. لذلك لما تكون هناك نخب حقيقي هناك عقبة الأساسية الواحدة، هو هذه المسألة ديال العلم ورفع الناس الالتحاق بالفضاء السياسي. أنا ما نسميها الأحزاب السياسية، تحكم بالفضاء السياسي، ولكن ماشي الفضاء يتفرجوا فيه ولا لا، بل يكون فاعلين ويشاركون من أجل الأداء السياسي. ماشي بالضرورة أنك بالضرورة تربح، إذا ما ربحتي ممكن تربح، ولكن لا تبقى معزولة، تبقى فاعل، تدعو الناس إلى العمل السياسي. هناك وصلوا إلى خلق النخب الحقيقي. لما يكون عندك مستوى النخب الحقيقي تدرس المستويات هي المستوى ديال اختيار المسيرين، اختيار الحياة، لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الجهوي أو الإقليمي. الانتخابات غير مباشرة طبعا على النخب هما التي يختارون فيما بينهم عن طريق الصراع العام تكون هما الأجهزة على مستوى الجهات بحال انتخاب مجلس الجهة كاقتراع العام المباشر بحال مجلس الجماعي، ولكن اختيار ما سيكون الرئيس ما سيكون كذا هنا تبقى على هذه النخب. إذا كانت هذه النخب طبعا فيها تتناغم مع الدستور مع الحاجيات إذا كانت باقية مرتبطة بقيود يعني بحال ولائية أو تبعية مع كذا، يكون هناك كذلك تحالف يكون على الدولة القانون واضح لأنه يدخل شي معركة سياسية واحد الجمهورية تتسلق إلى خرج الحزب تمشي تمشي فيه لكن هذا ما هو قانون جاء ماشي غير قانون ديال ما كيلعب، ولكن جاء قانون جديد لتعديل يحصل على أنه أخلاق حدث ما يكون سبيل لتحالف الأحزاب القديم
داخل الحياة أو تعالف على كذا، وهذا شيء إيجابي كذلك. وبالتالي يمكن من حسن استعمال التوجيه المقارني الحصول على أطر أو على فاعلين مناسبين يعني يستطيعون يمكن أن نقول الكلمة الأخيرة نعبر على الارتياح. الارتياح هو شرف كبير أنني قدمت ما قادر عليه لخدمة ساكنة مدينة تبليد ومجال تبليد الأمامي. هذا المجال هو الذي أنجبني والذي رغبت فيه فكانت لي هذه الفرصة أو التجربة ل 10 سنة وأنا أسجل في جامعة أستشعر بأنني أديت دين عالمي لفعل فائدتنا ما دخلتش بما اكتسبته من جهتي سواء على المستوى الثقافي أو المستوى الحقوقي أو المستوى الشخصي السياسي، بل وضعته لخدمة هذه لساكنة هذا في انتقام مرتين وكذلك الانتخابون وقمت بما يمكن وأنا اليوم مستشعر براحة ما قلتش مقبل غير من فتية كمحامي ومقبل غير عائلة ديالي كرب الأسرة. قاسمت حياتي مع ساكنة مدينة شراكة